استاذه حضرتك انت اللي غلطانه، الراجل واقف في حاله ان انا شايفك من بعيد انت اللي داخله فيه. برضه حضرتك بتقولي ان انا اللي غلطانه. غلطانه في ايه حضرتك؟ بقول لك هو لو ما كانش راكن الركنه ديت انا ما كنتش خبطته. يا مدام اخبطه ليه يعني؟ هو اللي راكن غلط اساسا. راكن غلط فين يا ايوه فندم؟ حضرتك يعني لو ما كنتش واقف انا كنت خبطتك. انت لو ما كنتش راكن هنا انا كنت خبطتك. لا اكيد كنت خبطت حد تاني حضرتك. لا حضرتك دي مش مشكلتك بقى. يعني انا ايه دلوقتي مش انت مشكلتي؟ بتتكلم عن نفسك، انت اللي راكن هنا بكلمك انت. انت لو كنت راكن هنا لو ما كنتش واقف لا. خبطتك. اكيد لا، انت ممكن انا طيب خبطت خلاص حد حضرتك تاني. ايه بس انت مشكلتك خبطت بقى؟ حد تاني. دي مشكلتك أنا انت والله، راكن عشان قاعد بعد في كده العربية. حضرتك تختار الركنه اللي تقف فيها. العربيات كلها راكنه حضرتك اهو. انا ماليش فيه برضه. انا ماليش فيه، انا بكلمك يا بيه احترنا يا بيه. والله هي مش فاهمه هي بتتكلم الراجل ازاي معدي الصراحه. من الناحيه الثانيه شايف. انا ماليش دعوه باللي عدى واللي جه واللي بيقول. انا بكلمك انت دلوقتي، انا مش غلطانه، انا معديه حكيت في الباب بتاعك بس مش قصه يعني. هكسب ايه الحل؟ ما اعرفش والله، انا شايفه ان هي حاجه عاديه جدا ودي غلطتك انت. انا شايف يا باشا انك تتصل بالشرطه. انت عارف يا بيه، انت عارف لو نزلت، انت عارف هي لو نزلت قالت لي انا اسفه يا معلش أستاذة ما خدتش تأنسني بالي. لما اكون ما انا خدتش بالي، غلطانه. انا هقول لك روح الله يسهل لك. ايه اللي يسهل لك دي؟ بقول لك انا مش غلطانه حضرتك. ازاي؟ طب إيه نطلب إزاي؟ طب ممكن نكلم الشرطه يعني حضرتك هيمسكي الكلام ده حضرتك وتتبهدلي؟ شوف عايز تعمل ايه؟ لا انا مش هتبهدل لان انا مش غلطانه طب أصلاً. حضرتك بقى كلمي جوزك او اخوك يجي عشان احنا لسه لا يومنا انا طويل. معاك اهو.